السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ النهارده يوم بجد من اجمل الايام اللي انا بحبها، اللي هي اصلا مش بتحصل الا في السنة مرة. بجد يوم جميل قوي هنقضيه مع بعض النهارده طول اليوم. هتشوفوا حاجات جميلة، وخليكم للفيديو للآخر. هتلاقوا حاجات كتير جميلة هتعجبكم، وهنعمل كتير مع بعض. وهوريكم الزرع. زرع الشتاء ده جميل جدا، انا بحب زرع الشتاء، وهوريكم المحاصيل كلها باذن الله. ويلا نبدا الفيديو مع بعض ونشوف هنعمل فيه ايه. ده طبعا الطريق اللي احنا ماشيين فيه كده هو طريق طويل، بس انا ما حبيتش اطول عليكم الطريق. هتشوفوا الجمال في نهايه الفيديو باذن الله، وهوريكم بقى اخر الفيديو هيبقى عامل ازاي. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على محمد. النهارده هنعمل لكم جوله في الاراضي الزراعيه. زي ما انتم شايفين الاراضي زي ما انتم شايفين هنا زرع جميل قوي، زرع الشتاء ما شاء الله عليه. الشتاء ما شاء الله، زرع الشتاء جميل. في فول هنا، بس الفول لسه ما طلعش يا خساره، كنا عايزين ناكل فول. وفي انا بحب الزرع في الشتاء جدا. وبقول لكم بقى دي قمح معانا، وفي هنا برضو برسيم، وفي فول اخضر مزروع. وزرع الشتاء جميل عامه، كل شتاء بيبقى فيه جميل. وان شاء الله هوريكم في اخر الفيديو هنعمل ايه، وحماية هيتكلم معاكم ويعرفكم الزرع بتاع الشتاء، وان شاء الله يعجبكم. امال ده هو ايه بقى يا بابا؟ ده جزر. حلو الجزر، شكله حلو. 5 فدادين ارض، فدان جزر غله، واثنين بتاع ده هو جزر، وفدانين تانيين هم فول. بس الفول ما شاء الله طلع حلو قوي. ده الفول، وفعلا جوه حضرتك معه، بس مش عارف يعني ازرق وحلو برضه، بس كتير. ده عدس بجلبته يا جماعه. احنا في طريقنا لسه، وان شاء الله نوصل كده، وهتشوفوا هنعمل ايه لما نوصل. اهو الشباب هنا غله وراها شغال، لسه بقى قدامها كمان يجي اخر 4 كده ان شاء الله تنضم. وهنا قدام شويه ربه برسيم، حش طلبات التالتة اللي طالعه وراه، وبعد منها عدس تاني، بعد منها هنا عدس تاني اول، نزلوا يجي 10 خطوط ثوم، ومعاهم بتاع ده مشط البصل. والمسافة طويلة يعني، الأراضي هنا ما شاء الله واسعة، مساحة الأهلية كلها واسعة. الناس بتزرع بتاع ده هو برضه توم، بيزرعوا عدس، فول. فول قليل شوية لأن بياخد كلفة، بياخد رش. شوية توم وحبة كزبرة وشوية شبت أهو. وزرع هنا قراطين بطاطس، حملتين زرعها وعزقها وظبطها هو. وهنا أرضيا بتاع ده بر. دول الخليج يقول لك عليه بر، بس ده قمح اللي هو الغلة. 5 فدان دول بتاع حوالي فدان قمح، ويجي فدانين بتاع ده هم فوق بتاع جزر. ودي البرسيم طبعا احنا بنقول عليها ربة وكده، اللي عنده مواشي بيزرعها على علف المواشي اللي عنده وكده عشان بياكلوها طبعا. ومحاصيل الشتاء زي ما انتوا عارفين زراعتها جميلة جدا، في زراعة بسلة وسبانخ، وفي محاصيل الفول طبعا من اجمل حاجة الفول. دي الشجرة اللي انتوا شايفينها دي جميلة جدا، لما نوصل ان شاء الله هوريها لكم، هوريكم شجرة زيها. وشجر الموز جميل ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين شجر الموز عامل ازاي. زراعة البسلة، الكرنب بتاع الشتاء بيبقى حلو قوي. ولو بنصحك لو انت عايزه تخزني كرنب، تخزني الكرنب بتاع الشتاء، يبقى معاكي احلى من بتاع الصيف اللي بيبقى موجود. ويلا بينا هنوصل ان شاء الله، قربنا نوصل وهنشوف هنعمل ايه.
وان شاء الله شويه كده وهنفطر مع بعض. وزي ما انتم شايفين برضو شجر الموز كتير جدا، يعني كل حد ممكن يكون عنده ارض زرع جنبه شجره 2 كده. وده يا جماعه عدس بجبته اللي هو الاسمر، وممكن اللي هو بيبقى اصفر برضو، اللي هو برضو بينشف وبيطلع بيبقى اسمر وبيرجع تاني بيعملوه يبقى اصفر. يعني هو ده. وزي ما قلت لكم الكرنب جميل قوي، اللي هم برضو بيقولوا اللي هو بيتعمل بالمحشي طبعا والملفوف. عندي ناس من المغرب تحية لهم جدا، يعني انا بحبهم حبايبي. بيقولوا على المحشي عندنا الكرنب ملفوف، يعني اسمه كده عندهم. مشرفيننا والله. وده برضو فيه شجر فول زي ما انتم شايفين، بس طبعا احنا لسه في بداية الشتاء فالزرع لسه ما طرحش. وخلاص احنا وصلنا زي ما انتم شايفين. ده بقى مثلا ده زراعة فول وجنبه لفت كده زي ما انتم شايفين. لازم الحاجات اللي هي طالعة دي بتشال، ده اسمه غلت بالشال من جنب الزرع عشان ما ياخدش الغذاء بتاع الزرع، وبيتنضف كده مكانه. ده بقى في ناس بتطلع ليه بقى مخصوص بتشتغل ان هي تلم الحاجة دي كده زي ما انتوا شايفينها عشان تنضف الارض زي ما انتوا شايفينها بالشكل دي. عايزه اقول لكم لو جربتوا الورق بتاع اللفت اللي هو انتوا بتخللوه اللفت المخلل في المحشي بيبقى جميل، وورق السلق اللي بيبقى موجود بس هو قل الوقت قليل، لما بتلاقي ورق سلق بيبقى جميل معاكي في المحشي قوي وهتحبيه لو ما كنتش جربتيه. طبعا ورق الخاص برضو حلو. وعايزه اقول لكم شايفين الطريق ده جميل ازاي. سبت بقى المكان وقلت نتمشى كده شويه ونشوف الارض واحنا ماشيين. ماشيه على الطريق ده جميل قوي عجبني. انا من نوع بحب الخضره وبحب الاماكن اللي زي ديت. ومنتجت الفيديو. اخر فيديو نزلته على القناه كنت هنا وقعدت امنتج فيه وانا ماشيه في الطريق. كنت مستمتعة جدا وانا بعمله. حبيت المكان بيهدي الاعصاب كده وبيبقى مكان هادي وحلو. تعالوا بقى اوريكم حاجة جميلة شفتها شكلها جميل اوي عجبتني. دي شجرة كميز جميلة، شايفين من جوه عاملة ازاي بس الكاميرا مش ظاهراها. انا بصراحة انا ما جربتش اكله يعني، بس انا سمعت بيقولوا عليه حلو واكله حلو. فاللي انا لقيتها دي كانت على الارض فشوف قلت اوريها لكم من جوه يعني عاملة ازاي وكده. وده بقى الأستاذ ماشي يجري في وسط الزرع ومستمتع بالمكان. دي تقريبا تاني مرة أخده معايا يجي معانا هنا المكان في وسط الخضرة وسط الأراضي والكلام ده. تعالى يلا يلا عشان ناكل. ده بدي حاجة. تعالى يا ابني يلا. تعالى قول. تعالوا يا جماعة افطروا معايا. تعالوا يا جماعة افطروا معايا، احنا قاعدين في الأرض على السريع، خيارتين وطماطميتين وفول وطعمية يا جماعة. وكل سنة وانتم طيبين من السنة الجاية. لايك في القناة واشتركوا وما تنسوش ان احنا يا جماعة هنزرع الكزبرة علشان تطلع طبعا، ونعمل الكمون والحاجات ديت. واحنا طبعا في وسط اللفت اهوت، اللفتاية اهي طبعا زي ما انتم شايفين اللفت. احنا زارعين في الارض ديت لفت وفول. الفول اهوت ماشي، واللفت طبعا اللفت جاهز، واللفت اهوت ورقه بسم الله ما شاء الله. تحشي كده وتعد صوابعك ال10 قبل ما تاكلي منه. بصوا يا جماعه طبعا احنا في الغيط، والراجل دوت جنبنا كده بيرش في الغله طبعا اهوت. بصوا زي ما انتم شايفين كده، معلش بس الكاميرا بتعمل. طبعا هو بعيد عننا شويه بس انا محاول ان انا اجيبه يعني. وما تنسوش اللايك والشير. قضينا يومنا زي ما انتم شايفينه كده وكان جميل بالنسبه لي. مفيش اجمل من اليوم ده، وشايفين الغروب شكله جميل ازاي في وسط الاراضي. كان يوم جميل بصراحه. مفيش بصراحه اجمل من كده تيجي في وقت النهار كده تشوف وسط الخضره، ووقت الغروب بالليل. بجد فيديو جميل، ولو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحط اللايك يا حبيبتي. واتمنى تنوريني في الفيديوهات اللي نزلت وتقولي لي رأيك فيها ايه. اشوفكم في فيديو جديد بألف خير. مع السلامة.